السؤال الذي هز الشارع الرياضي العربي مؤخراً وانطلق من قلب الدوحة في قطر ليصل إلى ترند وسائل التواصل الاجتماعي كان بسيطاً في شكله لكنه عميق جداً في معناه. هل تخشى جماهير المغرب مواجهة منتخب الجزائر؟ المغرب اليوم لا يلعب بطولة عادية، فالأسود يبحثون عن لقب غائب منذ عام 1976. اللعب على الأرض وأمام الجماهير يضع ضغطاً تاريخياً، لكن المغرب يمتلك اليوم جيلاً ذهبياً بقيادة حكيمي وإبراهيم دياز وعز الدين أوناحي، كتيبة بآمال عريضة وأرقام مرعبة، ب20 فوزاً في آخر 26 مباراة وتتويج حديث بكأس العرب 2025. على الجانب الآخر تبرز الجزائر كقوة لا يستهان بها، بتراث ثقيل وخبرة أبطال القارة في 1990 و2019. بوجود رياض محرز وبغداد بنجاح والحارس لوكا زيدان، تدخل الجزائر البطولة بدافع التعويض بعد خروجها المفاجئ من كأس العرب، وهو ما يجعلها خصماً شرساً لا يمكن توقعه. في فيديو صورته قناة الجزيرة انقسمت آراء المغاربة. البعض قال بثقة: نريد الجزائر، إيماناً بقوة الجيل الحالي، والبعض الآخر كان دبلوماسياً بقوله: المغرب لا يخشى أحداً. لكن الصدمة كانت في اعتراف البعض بكل صراحة: نعم، نخشى الجزائر، وهو اعتراف لا يعني الضعف بل يعكس الاحترام لخصم تاريخي وند حقيقي. الخوف متبادل والندية تاريخية، ففي إفريقيا التقى المنتخبان 5 مرات، فوزان للمغرب وفوز وحيد للجزائر وتعادلان. وإذا سارت الأمور في دور ال16 فقد نشهد انفجاراً كروياً في نصف النهائي يوم 14 من يناير. المواجهة إن حدثت لن تكون مجرد مباراة كرة قدم، بل ستكون اختباراً نفسياً لمن يمتلك أعصاباً من حديد. فمن برأيكم سيضحك أخيراً في درب العرب؟ ومن هو المنتخب الذي ترشحونه للقب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في مبارك سبورت.